السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للفول تحفة. الوصفة دي انا متأكد انك هتدمنيها، كل يوم على الفطار لازم تعمل الطبق ده. لو اول مرة تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. متنسيش تعملي لي شير علشان الكل يستفيد، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا طماطميتين، حبيتين من الطماطم، وجرنين فلفل. طيب لو انتي عايزه تكتري طماطم كتري، عايزه تكتري فلفل كتري زي ما تحبي. بس انا ما كانش عندي فلفل تاني فحطيت شويه يعني جرنين بس انتي كل ما تكتري بيبقى طعمه تحفه. عايزه تحطيه فلفل بارد حطيه، عايزه تحطيه فلفل حامي حطيه. بس انا حطاه هنا فلفل حراج يعني علشان بيبقى طعم الفول كده سبايسي وطعمه حلو. فهنا كده بدأت ان انا اقطع الطماطم على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. انا هعمل كمية صغيرة خالص فقطعت حبيتين من الطماطم وحبيتين من الفلفل. انت عايزة تكتري، عايزة تعملي كمية كبيرة زي ما تحبي. بدأت كده اقطع الفلفل، هقطعه صغير زي ما انتوا شايفين، زي ما قطعت الطماطم بالظبط. بعد ما خلصت كده هنجيب طاسة على البوتاجاز وننزل فيها بحوالي 4 معالق من الزيت. هنسيب الزيت يسخن كده حبة، وبعدين ننزل بالطماطم والفلفل اللي احنا قطعناه. هتنزل ميه الطماطم بتاعتها عادي متقلقيش. هنفضل نقلب فيهم كده لغايه ما الطماطم تدبل معانا. ايدك فيهم كده شويه علشان ما يتحربوش في الطاسه، تقلب فيهم كده على طول لغايه ما الطماطم تدبل. شايفين انا بعمل ايه؟ بحاول ان انا اهرس الطماطم. كل ما تطول على البوتاجاز هتلاقيها اتهرست معاكي يعني. مش عايزه تهرسيها، عايزه تخلي الطماطم كده صاحيه في الفول عادي زي ما تحبي. شايفين كده بعد ما الطماطم دبلت معانا وبدأت كده تتسبك، هنجيب الفول، اي كمية فول انت عايزاها، وتروح حطها كده على الخلطة اللي احنا عملناها. نبدأ كده تقليبة بسيطة علشان ندخل الخلطة في كل الفول. رشة كمون كده بسيطة ورشة ملح علشان نحيج الفول، ونبدأ نقلب. الفول ده مش مستحب فيه الليمون لان فيه طماطم، فانت لو عايزه تحط ليمون براحتك برضو يعني، بس انا بصراحه مش بستلطف الليمون في الخلطه دي. ورشه زيت كده معانا على الوش، ونبدأ نقلب ونسيب الفول حوالي دقيقتين كده على البوتاجاز. وكده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله طعم الفول والريحة تحفة بجد. هتدمنيها على الفطار، لازم كل يوم هتعمل الوصفة دي. واولادك هيحبوها خالص. بدل ما احنا بنعمل الفول كده فول تقليدي، لا جرب الطريقة دي هتعجبك خالص. متنسيش تقولي رأيك في التعليقات، متنسيش تعملي لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.